وبيبدأ الفيلم مع خبر وفاة الممثلة المشهورة آنا فليكس بظروف غامضة في الحمام، والشرطة بتاخد جسمه على المشفى ليروح على التشريح تاني يوم. والممرض بياخدها على الغرفة الخاصة بثلاجة الموتى وبينزع الغطاء على وشها وهي بتكون بلا ملابس. والممرض الشرير بيصورها وهي بلا ملابس، اللي فهم يكبس لايك. وبينتقل المشهد لشابين داخلين على المشفى اسمهم إيفان وغابي، وبيكونوا عم يسألوا عن صديقهم الممرض الشرير. هذا الممرض اسمه بو، وبصير يحكي مع أصدقائه وبيخبرهم عن وفاة الممثلة المشهورة وبفرجيهم الصور اللي من دون ملابس. والشباب تعجبهم الصور وبيطلعوا كلهم لبرا لحتى يدخنوا أعشاب اللي بالي بالكم. وإيفان بيطلب من بو يروح معهم على حفلة رقص، بس الممرض بو بيعتذر لأنه عنده شغل بالليل، وهو مناوب للصبح داخل المشفى وما بيقدر يعتذر لأنه هو الوحيد اللي رح يبقى مسؤول عن ثلاجة الموتى. بس أصدقائه بيصيروا يضحكوا عليه إنه يا نيالك رح بتضل بالثلاجة مع الممثلة المشهورة ويا نيالك. وإيفان بيطلب من بو ياخده معه ليتفرج على جسد الممثلة لأنه كان معجب بأغانيها وما حدا يفهم الموضوع صح. والممرض بو بيوافق وبياخدهم على المشفى لأنه بيفكر إنهم عم يمزحوا، بس إيفان بيكون جدي بالموضوع وحابب يدخل على ثلاجة الموتى. بس بو بيخاف حدا يشوفهم ويصير في فضيحة لإله، بس إيفان بيخبره لا تخاف رح نعمل حالنا من الشرطة. وبو بيطلب منهم يمشوا بهدوء، وبس يدخلوا على الثلاجة غابي بيكون خايف ومتردد، بس إيفان بيطلب يشوف جسم الممثلة وبو بيوافق وبيطالع جثة من الثلاجة. وإيفان بيطلب ينزع الغطاء وبو بيوافق وبسرعة بينزع الغطاء، وبيكون الجسد لامرأة عجوز وأصدقائه بينرعبوا، والممرض بصير يضحك عليهم بس بيمشي وبياخدهم لعند الممثلة المشهورة وبينزع الغطاء على وشها وبيخبرهم انه هي حلوة كتير وما بتشبه الموتى وكأنه نايمة فقط. وإيفان بتعجبه الممثلة لأنه هي من غير ملابس، كمان بيصير يصورها والممثلة المشهورة ميتة ومو قادرة تعمل شي، يعني المعجبين بيتصوروا معها وهي عايشة وهي ميتة. وبعدين إيفان بيخبرهم انه هو معجب فيها كتير والمشاعر الفيزيولوجية الذكورية عنده بتتحرك وانه هو صار ولعان على الآخر، بس غابي بيخبره انه هي ميتة ويلي عم يشعر فيه بيشبه القرف، وغابي بصير يستفرغ من القرف وغرابة الموضوع. والممرض بو فورا بيطالعوا لبرا الغرفة وبيضل إيفان لحاله بالغرفة، يعني ضل لحاله مع الممثلة. ولما بيرجع بو بيشوف إيفان عم يعمل علاقة مع جثة الممثلة المشهورة، يعني عم يعمل كذا مزة، اللي فهم يكبس لايك. والممرض بو بينصدم، وبعد ما يخلص إيفان بيدخل الممرض وبيرجع الممثلة على الثلاجة، بس بيطلع عليها وهي بتكون من دون غطاء، والشيطان شاطر وبتتحرك عنده المشاعر الفيزيولوجية وكمان بيعمل كذا مزة. ومن شدة غرابة الموقف الممثلة بتفتح عيونها، والأصعب إنه هي صحيت وطلعت عايشة، ومن الصدمة بتكون مو قادرة تتحرك وعيونها عم يدمعوا ومرعوبة وخايفة، بس جسمها بارد ومو قادرة تتحرك. والممرض بينصدم وبيوقع على الأرض وبيصرخ، وفورا أصدقائه بيدخلوا لعنده وكمان بينصدموا لما بيشوفوا عيون الممثلة مفتوحة. وإيفان بيتمالك أعصابه وبيروح لعندها وبيكتشف إنه هي مو قادرة تتحرك ولا تحكي، مثل كأنه مشلولة، وبيطلب من أصدقائه يجيبوا كاسة مي للممثلة المشهورة، ولكن من شدة الخوف بو وغابي ما بيتحركوا، فبيروح هو لحتى يجيب الماء. وبعدين بياخد الممرض وغابي على غرفة تاني وبيكونوا مرعوبين من الفضيحة انهم هن اعتدوا على بنت، واللي بخوف اكتر انه هي ممثلة مشهورة وما رح تسكت، ووسائل الاعلام رح تنشر الفضيحة والقانون والشرطة رح بيطالب باعدامهم. غابي بيقول انه هي مصدومة ومو متذكرة شو عملتوا فيها، لكن الممرض بو ما بيقتنع لأنه هو شافها وهي مفتحة عيونها وكانت حاسة بالكزمزة وأكيد رح تتذكره. وإيفان بخبرهم إنه كل الناس مفكرينها ميتة وبيقترح يخلص عليها ولا كأنه هي صحيت نهائيا، وهيك ما حدا بيعرف ولا كأنه صار شيء. لكن غابي بيكون غير موافق وبيحذرهم من الجريمة والعقوبة.
وبيكون هو الوحيد اللي ما اعتدى على الممثلة، وبيروح وبياخد الممثلة ليطلعها لبرا، لكن إيفان بيمنعه وبيخبره انه هو خايف يروح على السجن، والاصح انه يخلص على الممثلة، وهيك ولا كأنه صار شيء. جابي بينصدم من الشر اللي موجود بعيون إيفان، وفجأة الممثلة بتحكي وبتترجى إيفان انه يطالعها وما يخلص عليها. فورا جابي بيطلعها لبرا، بس إيفان بيتدخل وبيضربه، وإيفان بيتحول لمجرم وبيضل يضرب جابي بطريقة قوية. فورا بيتدخل بو، ولكن بيكتشف انه جابي فارق الحياة، والممرض بو بيصير يبكي، وإيفان بيحاول يواسيه، ولكن بو بيصرخ وبيصير يبكي وبيصرخ وبيحكي يا خسارة رح نقضي حياتنا بالسجن. ولكن إيفان بيقرر يخفي جثة جابي ويخلص على الممثلة، بس الممثلة بتصير تترجاهم وبتخبرهم انه هي ما رح تحكي شي عن اللي حصل. بس إيفان بيطلب من بو ما يرد على كلامه، وبياخده لبرا وبيطلب منه يركز بتفاصيل الحادثة، لأن كل شي رح يعملوه حاليا رح بتحقق فيه الشرطة، ولازم يخبوا الجريمة بطريقة مضمونة، وإلا رح يدخلوا على السجن لبقية العمر. والأهم إنهم يخلصوا على الممثلة المشهورة سوا، لأن هن الاثنين شركاء بالجريمة. وبينتقل المشهد للممثلة، وبتكون صارت تقدر تتحرك بشكل بسيط، وبتوقع عن التخت وبتروح لعند جسد جابي وبتاخد الموبايل، وبيرجع المشهد لعند إيفان، وبيكونوا عم بيخططوا انهم يرموا جثة جابي بالقمامة الخاصة بالمشفى. وبس يدخلوا على الغرفة بيشوفوا الممثلة بإيد الموبايل، وبتخبرهم انه هي حكت مع والدها وخبرته انه هي صحيت من الموت. وإيفان بيعرف انه خلص الموضوع انتهى، وانه هي اكيد حكت مع الشرطة وخبرتهم شو صار. بس لسوء الحظ بيرن الموبايل، وبيكتشف إيفان انه هي ما لحقت تتصل مع ابوها، وفورا إيفان بيطلب من بو يلاقي طريقة يربط فيها الممثلة بالسرير، والممرض بو بيجيب لاصق العمليات وبيبدأ يربط الممثلة. ويا حرام الممثلة بتصير تترجاه وتبكي، وبتحذره انه إيفان رح يخلص عليك بالنهاية لأن انت شاهد على الجريمة، وبتخبره انه انت ما عملت شي وانا ما رح اشتكي عليك، والوحيد المتورط هو إيفان لأنه هو اللي خلص على جابي، أما أنت إذا ساعدتني ما رح يصير عليك شي. وبتوعده انه ما تبلغ الشرطة عنه، ولكن بو بيخاف من إيفان وبيسكر تمه بلاصق، وبيكون إيفان أخذ جابي وطالعه لبرا المشفى ورماه بالقمامة. وبيكون الممرض بنفس الوقت عم بينظف الغرفة من الدم وعم يخفي أثار الجريمة، وكمان الممثلة بتحاول تفك اللاصق اللي مربوطة فيه، وبتوقع من على السرير وبتصير تزحف لتطلع لبرا وتهرب، وبتضل عم تزحف لحتى مع الوقت جسمها بصير أقوى وبتقدر توقف على إجريها، بس للأسف بترجع بتوقع وبتكفي زحف وبتدخل على الأسانسير. ولما بتبدأ تشعر بالأمان وإنه هي خلص هربت، فجأة بيظهر إيفان وبيمسكها من إجرها وبيشدها باتجاه الثلاجة. ولما الممرض بوب يرجع بيطلب إيفان منه يجيب مخدة، وبعد نقاش طويل بينهم بو وإيفان بيقرروا إنهم يمسكوا الوسادة ويخلصوا على الممثلة سوا مع بعض. وبيطلع إيفان لبرا لحتى يراقب إذا في حدا بالمشفى، والممرض بو بينظف الثلاجة وبينظف جسم الممثلة لحتى يشيل أي أدلة عليه، وبيرجع بيظبط السرير الخاص بالممثلة ولا كأنه صار شي بالثلاجة. ولما بيخلص بيطفي الضوء، ولكن فجأة بيسمع صوت الممثلة عم تسعل. أيوة، هاي الممثلة بسبع أرواح ومش عايزة تموت. فبيروح الممرض لعندها وبيخبرها انه تمثل انه هي ميتة، لانه إيفان اذا عرف راح بيخلص عليها، وهي بتوافق. وبس يرجع إيفان بيتأكد انه كل شي تمام وبيغادر الثلاجة وبيروحوا سوا على الأسانسير، ولكن إيفان بيكتشف انه نسي مفاتيحه داخل الثلاجة، فبيقول لبو انه رح يرجع للثلاجة. والممرض بو بيرفض وبيتحايل عليه كرمال ما يرجع، ولكن إيفان بيروح وبيفتح الغرفة وبيشوف الممثلة واقفة وعم تلبس أوعية. وهون إيفان بيعصب وبيمسك بو وبيضربه وبيحاول يخلص عليه، بس فجأة تظهر الممثلة وبتضربه بالسكين على ظهره وعلى رقبته وبتخلص عليه، وبتطلع على إيفان وهو عم بيموت، ونظرات الانتقام والسعادة عم تطلع من عيون الممثلة.
فورا الممرض بو بيروح يتشكرها ويتأسف عن اللي عمله معها، ولكن الممثلة بتكون وصلت لأعلى درجات القهر والانتقام، وبتخلص على الممرض كمان، وبتوقع على الأرض وبتنهار من البكاء. وهيك بينتهي الفيلم. وأنا كتير تعاطفت مع الممثلة. انتو شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات. كان معكم نوردان، يلا سلام.